أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها في حق أشهر متصولة في المغرب، التي تفجرت قضيتها بعدما أوقفتها الشرطة القضائية وهي تتسول في محيط مسجد معروف. وقضت المحكمة المذكورة في حق أغنى متصولة في المغرب ب6 شهور حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية. وقد استندت هيئة الحكم في قرارها إلى كون المعنية بالأمر تتمتع بوضع اقتصادي ومالي مريح جدا يضمن لها أن تعيش في أفضل الظروف، لكنها تصر على امتهان التسول. وللمعنية بالأمر فيلتان فاخرتان وسيارة فارهة مع حساب بنكي بمبلغ مالي ضخم. وليس هذا كل ما في الأمر، بل إن مفاجأة أخرى ظهرت في قضية هذه المتصولة غير العادية، بعدما اتضح أنها إلى جانب جنسيتها المغربية تحمل الجنسية